الملكي إلى مقر البرلمان مرورا. السلام عليكم أصدقائي كاملين. الخطاب الملكي اليوم في افتتاح البرلمان ما كانش خطاب عادي، كان رسالة قوية واضحة ومباشرة لكل من الحكومة، البرلمان، الأحزاب وحتى المواطنين. الملك محمد السادس نصر الله تكلم اليوم من موقع المسؤولية العليا بأسلوب هادئ، ولكن الكلمات كانت موجهة بدقة، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة اللي كيعرفها المغرب قبل سنة من الانتخابات. جلالة الملك قالها بصريح العبارة: ندعوكم لتكريس السنة التشريعية الأخيرة للعمل بجدية ومسؤولية والتحلي بالالتزام بالدفاع عن قضايا المواطنين. هنا رسالة ما فيها لا مجاملة ولا غموض. الملك كيبغي يشوف نتائج ماشي خطابات، كيتكلم مع البرلمانيين كناس عندهم أمانة ثقيلة، وكيذكرهم أن الوقت ديال الحساب جا، لأن المواطن مل من الوعود وبغى يشوف التغيير على أرض الواقع. وقال جلالته كذلك: محاربة الفوارق الاجتماعية ليست شعارا بل توجه استراتيجي ورهان مصيري. هذه الجملة فيها العمق ديال السياسة الملكية. المغرب ما غاديش يتقدم إلا إذا تحسن وضع المواطن البسيط اللي باغي تعليم جيد، صحة محترمة وخدمة عمومية في المستوى. الملك هنا كيربط التنمية بالعدالة الاجتماعية، ماشي بالمشاريع الفارغة أو الأرقام الورقية. وقال كذلك: لا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية. الرسالة هنا واضحة: المشاريع الكبرى خاصها تمشي جنبا إلى جنب مع هموم المواطن اليومية. يعني التنمية ما خاصهاش تكون في الأوراق فقط، بل خاصها توصل لكل مغربي في دواره، في مدينته وفي حياته اليومية. ومن أهم ما قاله جلالته: تعطي المواطنين مسؤولية الجميع، والحكومة ليست وحدها المعنية. بمعنى أن الوعي السياسي ماشي وظيفة وزارة الداخلية فقط، ولا الإعلان العمومي فقط، بل حتى البرلمانيين، الأحزاب، المنتخبين والجمعيات عندهم دور كبير. الملك هنا كيهضر على مسؤولية مشتركة، إما نكونوا كلنا في المركب أو كلنا غارقين في الأزمة. وزاد جلالته قائلا: البرلمانيون مطالبون بالعمل بجدية وننتظر تسريع وتيرة توفير الشغل والنهوض بالصحة والتعليم. هذه الكلمات الثلاث: الشغل، الصحة، التعليم، هي مقياس حقيقي لأي حكومة ناجحة. مبقاش مقبول اليوم أنك تلقى شاب بلا أمل، ومرضى بلا علاج، وتلاميذ بلا جودة تعليمية. الملك هنا ما كيهدرش كشعار، كيهدر كقائد كيعرف أن هذه القطاعات هي العمود الفقري للمغرب. وختم الملك خطابه بكلمات عميقة: كونوا في مستوى الثقة الموضوعة فيكم والأمانة الملقاة على عاتقكم. ثم استشهد بقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. هذه الآية ما جاتش عبث، هي تذكير لكل مسؤول أن الله مطلع، وأن الأمانة مسؤولية أمام الشعب ورب العالمين. الخطاب الملكي اليوم كان فيه أكثر من رسالة تحفيز ورسالة تحذير، تحفيز للجادين وتحذير المتهاونين. وقبل سنة الانتخابات واضح أن المرحلة الجاية غادي تكون مرحلة تقييم ومحاسبة. الملك عطى التوجيهات، الكرة الآن في ملعب البرلمان والحكومة. الله، الوطن، الملك. والسلام عليكم ورحمة الله. عثمان الدعكاري.